عليكم يا جماعه. جبنا كرومبه وهنعمل النهارده محشي كرومب. ايوه هنجيب الكرومبه. انا طبعا كنت مقطع الراس شويه مسلكاه شويه عشان ما اخرش الفيديو عليكم. هنشيل كده. شلنا الراس اهي خالص، بس في لسه حته فهننضفها عشان نحطها في الميه اللي بتغلي. حلوة يا جميل تاتشا أنا حلوة يا جميل تاتشا. بعمل مكان الورقه دي شكلها مش حلوه فهنشيلها. لا فتحتها اهوت وهنزلها بس في الميه اللي بتغلي بعد ما احط فيها شويه ملح وشويه سكر. هجيب بقى الكرومبه واسقط الكرومبه كده، احط الفتحه تحت واخلي الكرومبه من فوق كده. كده اهوت. بسم الله الرحمن الرحيم. اسقطها على قد ما اقدر كده اهي. وبعد ما غلت غلوتين اهو زي ما انتم شايفين هقلب الكرومبه تغلي غلوتين برده الناحيه الثانيه. يا ما شاء الله بدات تستوي، بس لازم الورق ياخد راحته عشان ما يتعبناش في اللف. قلبتها اهو يا جماعه. بعد 3 دقائق كده قلبتها اهوت. بقت دي فوق بعد ما كانت تحت، بقت هي فوق. هسيبها بس دقيقه واحده او 2 واطلعها. وبعد ما غلت يا جماعه على الناحيه الثانيه هشوف بسم الله ما شاء الله بدات تطلع اهي معايا. هنسحب كده ونحط في المصفى. هسحب كده واطلع في المصفى على طول. لقيتها سخنه عليا، جبت معلقه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله على طول يا جماعه بتخلص. اسحب كده. بسم الله. واللي تطلع احطه في المصفى يتصفى كده لغايه ما اخلص كل الكميه. بكمل التطليع اهو. اللهم اكفنا شر النار وعذاب النار يا رب. سخنه جدا. واطلع بقيه الابيض اهو. بسم الله ما شاء الله يا جماعه اهو. وبعد ما يتصفى هقطعها وهقطع الورق واظبطها. بعد ما سلقت الكرنب يا جماعه حطيت الزيت اهوت وهحط البصله. انا عن نفسي ما بقلش نهائي والله، يعني انا بعمل ني في ني، بس علشانكم قلت اقلي. هحط حته سمنه عشان يبقى طعم بس الاكل حلو. واسيبها تستوي براحتها عبال ما اقطع الكرنب. بعد ما حطيت البصله في الزيت والسمنه عملت فصين توم وشويه ليا همت عشان المحشي بالليا بيبقى جميل جدا. وهسيبهم يدوا مع بعض كده. وانا هقطع له بقى الكرنب وشوفوا تقطيع الكرنب بيبقى عامل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. هجيب بقى القطع بتاع ده الكرنب ونفرزه بعد ما شممنا الميه. بس شوفوا يا جماعه جامده ازاي، مش مهريه ولا حاجه. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. وهنيجي من هنا كده وهنقطع دي. هقول لكم هنعمل بيها بعد كده. دي ممكن تتقطع وتتخلل بحلو جدا ومفيد. المخلل الكرنب بيبقى مفيد جدا جدا. وممكن ممكن تتخلل وممكن تطبخ في رز مع خضره برضه بيبقى جميل جدا جدا زي المحشي. وهنقوم بعد ما جبنا دي كده هنلفها كده. هنلفها كده يا جماعه. بسم الله الرحمن الرحيم زي ما انتم شايفين بالظبط اهو. وهنقطعها على قد ما احنا عايزين اهو. بسم الله ما شاء الله كده اتقطعت 4. هنجيب غيرها برضو
بسم الله الرحمن الرحيم. نقوم فردين الورقه كويس كده ونتنيها كده، تتلف كده يا جماعه، وهنيجي هنا وهنقوم قاصين بسم الله الرحمن الرحيم كده. والابيض نفس الطريقه برضو بسم الله الرحمن الرحيم. اللي بيتعمل المخلي الابيض بس، انما الاخضر لا. الورقه دي عشان صغيره هنعملها 2 بس، طلعها زي صباع المحشي بالظبط. بس يا جماعه اللي مش عارف بقى اللفه دي، بصوا هتيجوا عند اخر دي، اخر الحته دي كده، وناخدها اهو كده ودي كده، وبنفرز الكرنب بنفس الطريقه دي برضو. شوفوا بقى اخر الورقه قصاد اخر الورقه دي، واقطع اهو اهو. هنعملها مع ورقه خضراء كمان. شوفوا قصاد الورقه دي بالظبط كده، وهقوم قاطعه بصباع كده وكده. نفس الطريقه هنكرر الطريقه دي كلها لغايه ما ايه، ما نخلص كل الكميه دي. طبعا صغيره هنعملها 2 بس، هنخلص كل الكميه زي ما انتم شايفين كده. وبعدين اقول لكم اعمل. وبعد ما قطعت الكرنب كله زي ما انتم شايفين كده، هبدا احشي. بس هعمل اللي اسبك القوطه في الخلاط، هضرب القوطه في الخلاط. اللي هي يا جماعه احمرت اهي، ما كنتش عايزاها حمرا على كده على فكره، هي غمقت مني شويه. هحط القوطه بسرعه عشان انقذ ما يمكن انقاذه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعه اهو العرق بتاع الكرنب اهوت برده مش هرميه بعد ما خلصت تقطيع الكرنب كله. والورق الاخضر انا ما برميهوش، لان بيقول لك فيه فيتامين سي حلو قوي مفيد، ارميه ليه؟ واللي انا قطعته اهو يا جماعه ملات البطرمان ميه ماشي. وهحط شويه ملح، هحط شويه ملح فيه كتير، يعني هو بيحب الملح كتير. وهحط شويه شطه عليه اهو. هقلب الملح كويس. هجيب قطعت 3 قرون فلفل بالطول كده، قطعتهم كده بالطول، وهخليهم مع الكرنب. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. بيبقى جميل، وبتاكلوه تاني يوم او تالت يوم بالكتير، يعني ما بيقعدش يومين اهوت. بسم الله الرحمن الرحيم. دي نزلت في الشطه حلو. بسم الله الرحمن الرحيم. للاسف البطرمان مش هياخد كل اللي عندي، انا هبقى زعلانه على اللي انا هرميه، بس يلا نصيب يمكن خير. ماشي اهو لغايه ما تملى البطرمان، واقفل عليه الغطا وخلاص. ده بقى مخلل اهو، مخلل الكرنب. طلعت من الكرنب عشان ما ترميش اي حاجه خالص. طلعت من الكرنب الورق والعروق، ما رضيتش ارميها، عملتها مخلل اهي. بتبقى والله جميله جدا جدا، ميه وملح وشطه. هحط نقطه خل صغيره وعلى كده خلاص. ودلوقتي هنضرب البصله. التسبيكه هنا بتتعمل واللي ما شافش بس التقطيع بتاع الورق جميل قوي. والعروق بتاعت الكرنب، العروق الكرنب اهي عملناها. والبصله اهي بتتضرب معاها قرنين فلفل حامي، وكمان كنت ضاربه قرنين فلفل حامي في الطماطم. غسلت الرز يا جماعه وصفيته ماشي. وهنحط البصله على جنب كده عشان هندعكها في البهارات.
البهارات اهي، ملح وفلفل والسبع بهارات وكزبره وكمون وشويه قرفه صغيرين وشويه وحتى قرنفل برضو مطحون، شو حاجه بسيطه يعني، ماشي، عشان بيعلي الطعم قوي يعني. وطبعا نعناع ناشف برضو، شويه نعناع. ماجدة هاتي لي نعناع من البلكونه. وجبت من عندي من البلكونه شويه نعناع اخضر كده زي ما انتم شايفين، حلو قوي. المفروض اقطعه بس انا ايه مش هقطعه. بعد يا جماعه ما دعكت البهارات كلها في البصل اهي، هي هدعك بقى الخضره مع النعناع مع الرز، احط كله في بعضه كده ويدعك كويس جدا، يدعك كويس جدا كده، الرز مع الخضره مع البصل مع التوم يا جماعه، حلو قوي كده، مع البهارات كلها، كل انواع البهارات اللي انتوا عايزين تحطوها حطوها، تدعك قبل ما التسبيكه تتحط فيها. هقوم اشوف التسبيكه على النار اتسبكت ولا لا، ان شاء الله تكون ايه خلصت التسبيكه. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص اهي التسبيكه الحمد لله، هي عايزه شويه كمان. وبعد التسبيكه ما اتسبكت بقى، وانا دعكت البصله مع الخضره مع الرز مع كل حاجه اهو، هسقط الايه التسبيكه كلها واقلبها كويس في الرز. الكرنب، بصوا يا جماعه، جبنا الكرنب اهو، اللي انا كنت مقطعه قدامكم، بسم الله ما شاء الله اهو، بيتعمل كده وبيتقطع على زي ما انا عايزه، احط على الحله كده كده كده، بسم الله ما شاء الله. بصوا الورق جميل، ورق جميل قوي، لا مستوي ولا مهري ولا اي حاجه خالص، وسهل اللف بتاعه. هبدأ في اللف، بسم الله الرحمن الرحيم. انا طبعا حاطه برده كتير اللي هي البصله يعني في قلب المحشي من جوه، بتعمل طعم جميل قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. وهرص المحشي كده في الصينيه، لان انا هطبخها في الفرن، مش هطبخها على بوتاجاز، هطبخ المحشي ده في الفرن. سلق الكرنب وتقطيعه بيسهل عمايل المحشي، بيخلي الواحده سريعه وسهل. بسم الله الرحمن الرحيم. هنقطع برضو زي ما انا عايزه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. كل ما كل ورقه صغيره كل ما يكون الصباع المحشي احسن. مكة بتدلعني بتقولي تيتا يا تتوته، يلا احكي لنا الحدوته. احكي انت بقى يا مكة. يعني بصوا تيتا يعني تيتا. تيتا يعني تيتا؟ هنقول تيتا يا تيتا ايه؟ تيتا يا تيتا ايه؟ تيتا. تيتا يا تيتا يا ايه؟ يا تتوته؟ يلا احكي لنا ايه؟ طب احكي لنا بقى يلا، كان يا مكان؟ اللي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. في واحدة ست، ايوه عندها 12 بنت. ايوه قال لها ماما عايزين ناكل توت. ايوه كل واحدة توتة خشت يا الحمد لله. وكده بقى يا جماعة لغاية ما نخلص الكمية. نزلنا بقى على الأرض عشان نعرف نحشي كويس. جبت الفرخة، دعكتها بصلصة وبليمون، وبس هحطها مقلوبة ليه بقى؟ علشان تبقى المتحمر تحت، وهحشي عليها من فوق هنا ورق العنب، هحط فيها ورق عنب، يعني احنا كملنا الكرنبة كانت صغيرة قوي فكملنا بورق العنب. الفرخة يا جماعة مقلوبة اهي، وهنحشي ونحط عليها المحشي. الفرن اهوت علشان خلصنا المحشي الكرنب اهو، وحطينا الفرخة مقلوبة في الصينية، وحطينا ورق العنب كله، بسم الله ما شاء الله عليه ليمون اهوت. هنفرق بس الليمون كده عشان المحشي الورق العنب بيحب الليمون.
كده بس يا جماعة. ماشي. وهناخد بقى المرقة بقى ونسقيها بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كده كفاية أوي أوي اهو. هنحطه بقى يستوي. طبعا هغطي في الأول عليه، يعني في الأول خالص هغطي عليه بالصينية. جايبة الصينية اهي، هغطي عليه كده وشوية كده وإيه، وأشيل الفرن أهو يا جماعة. كده في الفرن أهو. بسم الله ما شاء الله. ولي عليه اهوت. وهزقه بس الصينية شوية كده، وهنرجع لكم لما يخلص المحشي. لقيت يا جماعة الصينية صغيرة على المحشي في الفرن، فقمت ايه غطيت بالصينية الكبيرة اللي بنعمل فيها الحاجات الكبيرة، الفطير والحاجات دي. وجينا يا جماعة اهوت للفرن عشان نشوف المحشي عمل ايه. ريحته والله ريحته في الشقة بسم الله ما شاء الله جميلة، جميلة جدا كمان. بسم الله ما شاء الله. بسم الله بسم الله. ريحته تحفة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بس يا بكة، بس يا بكة، بس يا بكة، بس يا مكة بقى، حوش ايدك دي من بقك. ويا جماعة رجعنا لكم تاني اهو، واحنا بنحط الايه حبة زبدة مسيحينهم، يعني قدحناهم على النار، وهنحطهم على ايه، على المحشي قبل ما نقلب المحشي. بسم الله ما شاء الله. الله أكبر. بسم الله ما شاء الله. حتة زبدة مع قشطة كده صغيرة، وهنخلص وهدخله الفرن تاني شوية كمان. بصوا يا جماعة شكلي هطلع المحشي دلوقتي لأن خلص. طلعته منه محشي بسم الله ما شاء الله، جميل جدا مستوي، جميل جدا، سخن طبعا من الفرن، مش عارفة أمسكه لكم. طعمه حلو قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. تحفة، حلو قوي يا ماجدة. هقلبه على الصينية، وهقلبه بس على الصينية لأن أنا إيه مش هعرف أقلب لوحدي، هندى لماجدة تقلبه معايا. أنت شايفة كده؟ طيب كده بقى يا جماعة أنا هطلع أنا المحشي أهو، والصينية هيت اللي كنا حاطين عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا يستر بس وما يقعش لأن تقيل بصراحة يعني. ماجدة الصينية سخنة، هاتي حاجة تانية كمان. عايزة حاجة تانية كمان يا ماجدة، استني خليكي معايا بسرعة. هقلب أنا بقى يا جماعة الصينية. ماجدة ما عرفتش تقلبها، قالت لا تقيل عليا. أنا إن شاء الله ربنا يقدرني وأقلبها. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. بك يا رب إيه نستعين. الحمد لله رب العالمين جت سليمة. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله يا جماعة. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. الله أكبر الله أكبر. هندخله الفرن تاني يا جماعة. الفرخة اهي بتتحمر جوه المحشي في الفرن. على فكرة المحشي بتاع الفرن بيبقى طعمه وريحته غير أي محشي تاني نهائي، يعني والله بجد، مش عشان زبدة وسمنة بلدي وكلام من ده، لا 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 والله، ده علشان الفرن اصلا اكله طعمه جميل جدا بحاجه تانية خالص والله. يا ريت كل الناس تعمل كده والله. بس هتجيبوا فرن منين بقى؟ عايزه اوريكم حاجه هنا. شايفين انا معليه النار قوي من فوق ومواطيه من تحت. ليه بقى؟ علشان النار تقابل بعضيها فوق الفرخه فالفراخ تتحمر. ربنا يكفينا شر النار وعذاب النار يا رب. ودلوقتي يا جماعه اهو فرخه بسم الله ما شاء الله، النار عليها على طول حاميه بسم الله ما شاء الله، والفرخه خدت لون حلو قوي. هطفي البوتاجاز
هطفيه كله في الشعلة التانية، هطفيه من تحت. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه رأيكم بقى في الأكل جوه الفرن؟ طعم وريحة مفيش بعد كده. اطفوا الدور ده يا ماجدة. والله يا جماعة شايفين؟ بسم الله ما شاء الله والله أكبر، جميلة جدا. بعد ما طلعتها من الفرن اهي، بسم الله ما شاء الله، شايفين يا جماعة الفراخ مستوية جدا جدا جدا. طبعا أنا مش هعرف أقطع لكم الفراخ حتة اهي. بصوا بصوا الفراخ دايبة ازاي، دايبة والله دايبة من الفرن، بسم الله ما شاء الله اهي. والمحشي على فكرة برضو خد لون مع الفراخ. ألف هنا وشفا للي هياكلوه هنا، وألف هنا وشفا للي يعمل زينا وياكلوا. ألف هنا وشفا. السلام عليكم. خدي يا بنت، استني بقى.